السمنة بسم الله ما شاء الله مرملة وريحتها تحفة. يعني نقدر نقول ان زبدة المزارع كويسة جدا على قد فلوسها طالما انها مش مغشوشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الطبيعي ان لما حاجة سعرها بيزيد بنبدأ ندور على البديل بتاعها. كلنا عارفين دلوقتي اسعار الزبدة الفلاحي الاصلي بكام، لذلك الناس كلها اتجهت الى زبدة المزارع. والسؤال دلوقتي اللي كل الناس بتسأله: ايه الفرق بين زبدة المزارع والزبدة البلدي، وهل هي فعلا كويسة ولا لا؟ الفيديو ده ان شاء الله هجاوبكم فيه على كل الاسئله اللي محتاجين تعرفوها عن زبده المزارع. بس قبل ما ابدا الفيديو محتاجه على الاقل الفيديو ده ان شاء الله يوصل ل 100 لايك، ومحتاجه كومنتات كتير على الفيديو اكتبوا لي فيها كل اللي انتوا عايزينه وكل الاسئله اللي محتاجين نجاوب عليها، وكمان عايزين نتكلم ان شاء الله عن ايه في الفيديوهات الجايه. عملت لكم فيديو قبل كده عن الزبده الفلاحي الاصلي، وقلت لكم ازاي بالتجارب السهله العمليه البسيطه اللي ممكن نعملها في البيت نعرف اذا كانت الزبده دي اصليه ولا مغشوشه. هسيب لكم ان شاء الله رابط الفيديو ده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. المهم تابعوا معايا الفيديو للاخر. الحله اللي على النار دي فيها زبده مزارع، بسيحها عشان احولها من زبده الى سمنه. بس قبل ما احطها على النار عملت خطوه مهمه جدا، هي اني صبعت الزبده. يعني ايه صبعت الزبده؟ يعني مسكتها بين ايدي كده وضغطت عليها وعملتها على شكل صوابع زي ما هو ظاهر في الصوره كده. الفايده من الخطوه دي، حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا لما اتخلص من كميه السوائل الموجوده فيها، وقت التسويه بتاع الزبده ده او تحويلها من زبده الى سمنه هيقل. تاني حاجه ان السوائل دي بدل ما انا احطها على النار وتتبخر ومش هستفيد منها اي حاجه، انا هعصرها بايدي واجمعها في كوبايه او في طبق، واحصر منها على الشرش او الخض بتاع اللبن دوت اللي ممكن استخدمه في حاجات كتيره جدا. زي مثلا ممكن استخدمه في المخبوزات والبيتزا، وممكن كمان نستخدمه في تسويه الارز بديلا عن اللبن، وممكن كمان نستخدمه في حاجات كتيره جدا هقولها لكم ان شاء الله فيما بعد. المهم ان احنا دلوقتي بنشوف الزبده بتاعتنا وصلت فين في التسويه بتاعتها. واهم حاجه في زبده المزارع، ودي يمكن اهم واول واخر كمان ميزه بين زبده المزارع والزبده البلدي، هي كميه الشرش او الخض اللي موجود فيها. شايفين المعلقه اصلا كلها عباره عن شرش. كميه السوائل الموجوده في زبده المزارع بتكون كتيره جدا، وبالتالي ده اللي بيقلل سعرها، لان كل السوائل دي هتتبخر وتنشف عندي، وهيتبقى عندي المرتة والسمنة، ودول كميتهم برضو بتكون أقل بكتير من الزبدة الطبيعية. يبقى إذا زبدة المزارع بتكون الخض أو الشرش بتاعها كتير، بيكون السمنة بتاعها قليلة، والمرتة كمان بتاعتها قليلة. دلوقتي الزبدة بتاعتي بدأت تغلي، ههدي عليها النار خالص واسيبها تستوي براحتها وكل السوائل اللي فيها تنشف تماما. لحد الزبدة ما تستوي تعالوا اقول لكم ان زبدة المزارع انواع ودرجات. في زبدة فرز اول وفي زبدة فرز تاني، وكل حاجة ولها سعرها. طبعا زبدة المزارع بيتم استخلاصها عن طريق فرز مكن او شغل مكن، في حين ان الزبدة الفلاحي بيتم استخلاصها بطريقة يدوية. دلوقتي خلاص الزبدة استوت، ودي كمية السمنة والمرتة الناتجة عنها. عايزة اقول لكم ان انا ما ضفتش ملح وانا بسيح الزبدة دي. في ناس طبعا بتضيف ملح، والملح كويس جدا ويعتبر مادة حافظة، بس خلي بالكم ان في بعض الاحيان الزبدة اصلا بتيجي مالحة، فلازم تدوقوا الملح بتاعها قبل ما تسيحوها او قبل ما تضيفوا لها انتوا ملح. لو عايزين اقول لكم على تريكات مهمة جدا في تسييح الزبدة سواء كانت الزبدة الفلاحي او زبدة المزارع، اكتبوا لي في الكومنتات كلمة مهتم او متابع. دلوقتي انا فضيت السمنة في علبة بلاستيك محكمة الغلق. لو انت عندك برطمانات ازاز معقمة يكون افضل. دي بقى كمية المرتة الناتجة عن تسييح تقريبا كيلو الا ربع زبدة مزارع. تعالوا بقى ما نشوفوا كمية السمنة الناتجة قد ايه. الكمية الناتجة هي 370 جرام. انا كنت مسيحة كيلو الا ربع زبدة، يعني تقريبا نص الكمية، والباقي كان عبارة عن خض او شرش اتبخر وما عادش ليه اثر. دلوقتي وصلنا لاهم جزء في الحلقة، اللي هنجاوب فيه على سؤال جانا في الكومنتات من الاستاذة ايناس، بتقول فيه: من فضلك ايه هي زبدة المزارع، وهل هي طبيعية وصحية ولا لأ؟ زبدة المزارع زي ما شرحت في الفيديو هي زبدة بيتم إنتاجها بكميات كبيرة عن طريق فرز مكن، بيكون فيه فرز أول وفرز تاني ويمكن كمان يعملوا فرز تالت، وكل حاجة ولا سعرها. في حين إن الزبدة الفلاحي بيتم خضها أو فرزها بشكل يدوي. الزبدة الفلاحي بتكون نكهتها أقوى من زبدة المزارع. زبدة المزارع بتكون كمية الدسم فيها أقل، كمية المرتة أقل، كمية الخض أو السوائل فيها أكتر، وهي طبعا زبدة طبيعية وأحسن 100 مرة من السمن الصناعي ومن الزيوت المهدرجة. ده ما إذا كانت السمنة دي أو الزبدة دي غير مغشوشة. إيه ده، هي حتى زبدة المزارع كمان بتتغش؟ بتتغش. تعالوا أوريكم. كنت محتاجة زبدة مزارع عشان أعمل عليها الفيديو ده.
ولقيت إعلان محل كان منزله بيقول اللي عنده زبدة مزارع فرز أول وبإنها بسعر لا يقاوم. المهم بعت وجبت وصلني الطبق ده. زي ما انتوا شايفين كده، أول ما شفته حسيت في حاجة غريبة، لونه أصفر زيادة عن اللازم، لون أصفر فاقع. مش عارفة هو واضح في الفيديو ولا لأ، بس الأمر ده خلاني أشك في الزبدة دي. اللي شككني أكتر كمان إني شميت ريحة الزبدة ولقيت ريحتها فاقعة جدا. المفترض إن الزبدة ريحتها مش بتظهر إلا لما نسيحها أو بتتعرض للتسخين. ده خلاني على طول أقوم أعمل اختبار الذوبان أو اختبار العقارة. جبت مية سخنة وحطيتها على الزبدة وبدأت أقلب. هنا بقلب، هنا المية بتبقى سخنة. احنا ليه بنحط المية سخنة؟ عشان الزبدة تدوب معانا على طول. والفكرة مش إن هي تدوب، الفكرة أصلا في إن هي نشوف هتعكر المية ولا لأ. عايز أقول لكم إن لما بدأت أدوب قطعة الزبدة دي في المية السخنة، ريحتها كمان ظهرت أكتر. ريحتها بالنسبة لي بقت ظاهرة بطريقة غير مقبولة. كمان أخدت وقت أطول مني في الذوبان عن الزبدة العادية أو الزبدة الطبيعية بمعنى أصح. كده خلاص دابت معايا تماما. تعالوا بقى اما نشوف المية عاملة ازاي. شوف العكارة يعني تعتبر مفيش. متهيألي لو مية نازلة من الحنفية هتبقى معكرة أكتر من كده. الحقيقة الزبدة دي معجبتنيش خالص. بس هنا حاجة مهمة جدا حابة أقولها. دايما بنقول المنتج اللي سهل إن هو متغش زي اشتريه من حد مضمون أو حد معروف، يعني محل مثلا، أو حد تكون تتعاملي معاه وعارفاه كويس وواثقة فيه. عشان لو المنتج ده فيه مشكلة أو حسيتي إن المنتج ده مغشوش، تقدري تروحي المحل ده وتستبدلي المنتج بتاعك أو ترديه وتاخدي تمنه. بالأخص كمان لو معاكي فاتورة. إنما انت لو اشتريتي من حد متعرفوش، من حد بيبيع في الشارع أو كذا، هتروحوا تقولوا له المنتج دي فيه مشكلة، هيقولك معرفكيش. إنما لو محل هيخاف على سمعة المكان، وكمان الفاتورة بتضمن لك حقك. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اللهم إن كان من إحسان وتوفيق فمن الله، وإن كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.